السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم صينية كيك، طريقة سهلة وبسيطة جدا. ان شاء الله هتعجبكم، طريقة ان شاء الله تطلع ناجحة جدا. هنبتدي مع بعض. اول حاجة انا هبتدي اضيف 2 من البيض بالشكل ده. انا هضيف بيضتين بس. بعد كده هضيف كوباية من السكر. في نقطة لازم تخلي بالك منها، لازم المعيار بتاعنا اللي هنعاير بيه يكون بنفس الكوباية، يعني الكوباية اللي هعاير بيها السكر نفسها دلوقتي اللي هعاير بيها اللبن، اللي هعاير بيها الزيت. هوريكي دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. هنضيف كوباية من اللبن. دلوقتي هضيف كوباية الا ربع من الزيت. زي ما قلت لكم انا بعاير بنفس الكوباية، ده كوباية الا ربع من الزيت. خطوة مهمة جدا انك تعايري بنفس الكوباية علشان مقاديرك تكون مظبوطة وتطلع معاكي ان شاء الله ناجحة جدا. دلوقتي خلاص بعد ما ضفنا الزيت، اخر حاجة هضيفها هضيف كيسين من الفانيليا. لو هتستخدمي الفانيليا بتاعتك هتكون سايلة، حطي مع ربع معلقة صغيرة قوي من الفانيليا السايلة عشان ما تمررش معاكي. ما تكتريش منها لان هي بتكون مركزة جدا غير الفانيليا الاكياس دي. دلوقتي بعد ما ضفنا المكونات دي كلها مع بعض هبتدي اخدها في الخلاط، هعملها كويس جدا في الخلاط. هوريكم دلوقتي هنعملها ازاي مع بعض. دلوقتي بعد ما حطينا المكونات دي كلها مع بعض هنبتدي نعملها دلوقتي في الخلاط. لو انت عندك مضرب كهربائي مفيش مشكلة، المتاح عندك. انا بالنسبة لي بستخدم الخلاط، بيكون اسهل واسرع كتير. مش هتاخد معاكي ان شاء الله دقايق وهتكوني عاملة احلى كيكة. دلوقتي زي ما قلت لكم انا ضفت المكونات بتاعتي في الخلاط زي ما شايفين معايا. هبتدي دلوقتي اضربهم في الخلاط كويس جدا. دلوقتي خلاص بعد ما ضربتها كويس في الخلاط، الخطوة اللي بعد كده دلوقتي انا معايا كوبايتين من الدقيق. الدقيق ده منخول كويس، اهم حاجة تكوني ناخلة الدقيق. طبعا معيار الكوبايتين بتاع الدقيق نفس معيار الكوباية اللي كنت بعاير بيها اللبن والسكر والزيت، لازم تستخدمي نفس الكوباية في المعيار. انا دلوقتي معايا كوبايتين من الدقيق زي ما قلت لكم. هضيف عليهم كيس من كيك شيف او اي محسن كيك، طبعا مش شرط النوع ده. تمام كده. انا بقلبه مع الدقيق. بعد كده هبتدي اضيف عليه بقى الخليط بتاعنا. اضيف كده بشكل تدريجي وانا بقلب. دلوقتي طبعا انا مولعه الفرن ومجهزاها، لان الكيكه مش هتاخد حاجه، يعني مجرد بس هنضربها بالمضرب كده اليدوي على طول ونحطها في الفرن. زي ما شايفين معايا نبتدي نقلبها بالشكل ده. دلوقتي هضيف معلقه من الخل. دي الخل طبعا معروف ان هو محسن جيد جدا. بالشكل ده. نكمل تقليب العجين بتاعنا. انا هقلبه كويس وهرجع لكم تاني. دلوقتي خلاص انا خلصت. هبتدي دلوقتي اجيب صينيه هدهنها زبده. حابه تدهنيها سمنه زي ما تحبي، بس انا بفضل الزبده، بتطلع احلى كتير. دلوقتي هدهنها زي ما شايفين معايا.
دلوقتي انا عملت الصينيه بالزبده والدقيق زي ما قلت لكم بالشكل ده. دلوقتي هبتدي اضيف الخليط. انا حابه ان انا اعملها نص تكون كده بيضه ونص التاني اعمله بالكاكاو. هحط التلتين كده وهسيب التلت هحط عليه كاكاو اهو. انا سبت التلت بس، هضيف عليه معلقه من الكاكاو. هضيف معلقه الكاكاو زي ما قلت لكم وهبتدي اقلبه كويس. اقلبه كويس وهرجع لكم تاني. دلوقتي خلاص انا قلبته كويس زي ما شايفين معايا. هبتدي اضيفه. انا حابه ان انا اضيف بشكل دائري كده. تمام كده. دلوقتي ممكن اشكلها بقى اي شكل، اعمل لها اي شكل. يعني ممكن مثلا نعمل كده، شايفين خدت شكل معايا ازاي؟ باي حاجه، بسكينه، بمعلقه، اعملها اي شكل هتديكي شكل كده جميل زي ما شايفه معايا. دلوقتي هبتدي ادخلها الفرن. انا في الاول هحطها على درجه حراره عاليه. بعد تقريبا ربع ساعه هبتدي اوطي عليها الحراره شويه بحيث ان هي تستوي من جوه كويس. انا هسيبها في الفرن تقريبا 30 دقيقه، من 30 ل 35 دقيقه بالكتير. يعني بعد 30 دقيقه كده هبتدي ابص عليها هشوفها استوت ولا لا، وهختبرها طبعا بشوكه زي ما عارفين. دلوقتي هدخلها الفرن وهرجع لكم تاني. خلاص طلعتها من الفرن، شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها حكايه، طعم رائع، طريقة جميلة وسهلة جدا. زي ما شايفين معايا ما خدتش وقت ولا مجهود خالص. زي ما قلت لكم انا بوطي النار عليها، يعني بعد اول ربع ساعة ببتدي اوطي النار عليها عشان تستوي كويس من جوه. شايفين هي مستوية وشكلها عامل ازاي؟ شكلها تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله الطريقة تعجبكم، واستنوني في فيديو جديد. بسم الله. بسم الله. شايفين عامله ازاي؟ شايفين من جوه شكلها حكايه. شايفين من جوه عامله ازاي؟ مستويه كويس ازاي؟